ده يوسف بنأكله قدام التلفزيون عشان ما بيرضاش ياكل خالص ومعذبنا. ودي ملك بنديها التليفون لما بيجي لها نوبة غضب وعياط عشان نعرف نلهيها شوية. وبحسب كلام منظمة الصحة العالمية ان الاطفال الاقل من سنتين لما بيتفرجوا على الشاشات بيبدأ يتعطل عندهم نمو الوصلات العصبية في المخ، وبالتالي بيسبب تأخر في الكلام، صعوبات تعلم، انفعال وعصبية وسلوكيات عدوانية. وللأعمار اللي أكبر من سنتين المشاهدة لفترات طويلة بتسبب لهم مشاكل كتير زي القلق والاكتئاب، الأرق والكوابيس، وحتى السمنة وآلام الظهر. ده غير طبعا ضعف الأداء الدراسي. ولأن التفاعل لما بيتفرجوا بيبقى جاي من اتجاه واحد، الشاشة بتتكلم وهم بس بيسمعوا، فمهارات التواصل عند الأطفال بتضيع. فتلاقي بعدها الأم أو الميس تنده على الطفل والطفل مش بيرد، بيسمع بس. وعارفين كمان الألعاب الإلكترونية بتحفز إفراز كمية كبيرة قوي من الدوبامين، وده الهرمون اللي بيفرز لما بنمر بتجربة ممتعة، وده اللي بيخلي الطفل بعدها عايز أكتر وأكتر. ولو جيتي تسحبي منه التليفون يبقى عدواني ومش قادر يتحكم في نفسه، ومفيش حاجة تاني بعدها سهل تبسطه أو ترضيه غير جرعة أكبر من الدوبامين اللي مش هتيجي غير من الشاشات والألعاب. عشان كده تلاقي الطفل ده ما يتبسطش قوي لو هيلعب ألعاب تانية مع صحابه، ويحس إن الألعاب العادية دي حاجة مملة. شاركوني في التعليقات رأيكم، هل الكلام ده فعلا حقيقي ولا ده كلام أبحاث؟